أهلا وسهلا بيكم. لو انتوا أول مرة تشوفوني أنا فاطمة من مطبخ شطة وكمون. عاملين إيه حبيب قلبي؟ كل سنة وانتوا طيبين يا عيلتي الصغننة، ويا رب نكبر مع بعض لحد ما نوصل للمليون إن شاء الله. يومكم أبيض زي اللبن الحليبي اللي بدأنا بيه الفيديو بتاعنا النهاردة. يا جماعة الفيديو بتاعنا خفيف وظريف كده. طبعا ده هيبقى فطار أول يوم في العشرة بتوع ذي الحجة، بس أنا بادئة الحاجات دي قبلها بيوم، لأن طبعا أول يوم ذي الحجة ده كان يوم كله فرهضة وحر وصعب بشكل غريب. هنا معانا 2 كيلو لبن، خدنا منهم القشطة بتاعتهم شوية وسيبنا فيهم شوية دسامة، عشان يعني لما نيجي نشربه يبقى حلو، ما مش خفيف خالص كده. هنا أخدنا بقى القشطة، وهنا كيسناهم في كيسين 3 تقريبا، وخلاص هنحطهم في الفريزر. ومعانا الفرخة بتاعتنا اللي نعملها أول يوم، بس أنا طبعا قلت أول يوم ده بيبقى صعب، فخليني أعمل أي حاجة بالليل كده معاكم، وبعد كده نكمل الفيديو تاني يوم إن شاء الله. واعمل بقى لنفسي كوبايه نسكافيه كده، عشان ركنت نفسي شويه لبن على جنب، هعمل بيهم كوبايه النسكافيه ونرجع بقى للوصفه بتاعتنا مع بعض. معلش عشان دماغي بقى لازم ان دماغي اول يوم صيام ده تبقى صعب جدا من الصداع، فقلت اعمل كوبايه نسكافيه كده بالليل يمكن تظبطها لي بالنهار، او تساعد في ظبطتها طول اليوم بالنهار. بس كده خلصنا بقى النسكافيه بتاعنا وخلصنا اللبن بتاعنا وحطيناه في الفريزر، ونرجع بقى الاكل بتاعنا. انا نقطع حبايه طماطم وبصليه حلوه وفصين توم، ده فص توم واحد بس انا زودت عليه، وقرن فلفل اخضر، هنقطعهم مع بعض. وهنا الفراخ بتاعتنا هنعمل فيها فتحات كده عشان التتبيله تدخل فيها، ونسيبها بقى يعني نخلص التتبيله ونعملها بيها ونركنها بقى في التلاجة. هنا تقريبا خلصنا، عملنا الفتحات في الفراخ، وهنرجع بقى للتتبيله بتاعتنا بقى نقطعها كده. خلصنا التتبيله، ونرص الفراخ بقى ونتبلها بيها. يا رب بس يكون الفيديو مش طويل عليكم ولا ممل، احنا بنلغي مع بعض اهو عشان الوقت يضيع معايا ومعاكم. يا رب ما يكونش ضيفة تقيلة على قلبكم. هنا خلصنا بقى، عملنا الثوم على الفلفل على البصل، ونديله بقى عصرة ليمونة حلوة كده عشان البصل بتاعنا ما يجرالوش اي حاجة، ونديله معلقة فلفل اسمر، وتقريبا حطيت شوية ملح. بس هنا هنخلص بس مع بعض كده ونركن التتبيلة ونكمل الفيديو بتاعنا. قولوا لي بقى انتوا عاملين ايه بقى في الصيام؟ على فكرة انا بسجل لكم الفيديو ده تالت يوم صيام، يعني مش اول يوم خالص، لان انا كنت اليومين اللي فضل مفرهدة من الحر، وبنتي عند الدكتور، فكان صعب ان انا اعمل اي حاجة. هنا بقى ضفت معلقة فلفل اسود، ودي مش فاكرة دي ايه، ده تقريبا مكعب مرقة دجاج، لا ده ملح، ملح وفلفل اسود، وده تقريبا جنزبيل. ندعكم بس شوية كده حلوين مع بعض، انا بس بسليكم عشان ما تسرحوش مني. خلصنا كده، هنحشي الفراخ بيهم. جماعة والله العظيم ريحة التتبيلة دي بس تحفة، جميلة جدا والله العظيم. عارفة عارفين لو اتسلقت بس الفراخ بيها كده واتاكلت مسلوقة مش محتاجة أي حاجة تانية أصلا، بتبقى نخلي ريحة الشوربة يعني عالمية. ليه؟ ريحة الشوربة يجيب لآخر الشارع. احنا طبعا هنا بقى هنتبلهم وندخل بس التتبيلة كده بين الفتحات اللي أنا عاملاها عشان الفراخ تتشرب بيها بس. وعايزة بقى تسلقيها بيها دلوقتي تمام، عايزة تخليها في التلاجة ساعة ولا 2 عادي مفيش مشكلة، تخليها بيتها تاني يوم عادي، بتبقى أحلى وأحلى. كل ما التتبيلة بتعمل فيها أصلا كل ما بتبقى حلوة. هنا نركنها في التلاجة بقى ونسيبها بقى لحد تاني يوم. هنا بقى خلاص المواعين بتاعتنا بقى ده تاني يوم. طبعا الروتين المعروف لكل ست بيت، احنا كلنا شطار طبعا، مش محتاج ان انا اعمل حاجة، بس انا بتشجع بيكم. يلا بقى تشجعوني بقى بلايك حلو وكومنت حلو كده ومتابعة للقناة، شجعوا اختكم بس كده عشان نفضل مكملين مع بعض ان شاء الله. انا خلصنا المواعين بتاعتنا بقى طبعا، ما ننساش نستغفر ربنا طبعا، احنا بنغسل المواعين وندعي لاولادنا في الايام المفترجه دي، ربنا يصلح حالهم يا رب، ويبعد عن بيوتنا شر شياطين الانس والجن، ويكرمنا في اولادنا ويجعلهم لنا ذريه صالحه ان شاء الله. كده خلاص مواعيننا خلصت،
على طول كده احنا ستات شاطرين طبعا، مفيش حاجة تغلبنا. في السريع خلصت المواعين وهنرجع بقى ان شاء الله. خلاص كده مطبخنا يبقى نظيف وراق. ودي حاجات بسيطة كده، انا مش فاكرة انا بعمل جنبي ايه على النار، كنت بزوده مية مش عارفة. خليكم بس مركزين معايا عشان ما توهش منكم، عشان الفيديو بقاله 3 ايام. يا رب ما كنتش ناسي في حاجة. كده خلاص مطبخنا خلص وبقى زي الفل ومواعيننا خلصت. نرجع بقى لأكلتنا بقى. هنا بقى الفاصوليا على النار كانت خلاص، على فكرة أنا كنت مسويها نص سوا كده بالليل وكنت بكملها على النار تاني يوم. وحطينا الفراخ في الحلة التانية دي فيها الفراخ. الشوربة لسه ما نزلتش بالفراخ. خليكم مركزين معايا. نزلنا بالفراخ. الحلة دي ننزل بيها بمعلقة دهن حيواني أو سمنة اللي بتاكلي بيه، أو زيت اللي تحبوه تعملوا بيه. ننزل بيها بمعلقتين توم كبار. دي صلصة كانت عندي في الثلاجة، ما قلت استخدمها بس أي حاجة. دي صلصة كانت ببصل، فأنا حطيت عليها توم عشان احنا بنحب الفاصوليا نضيف عليها توم. بتبقى طعمها يا جماعة والله العظيم تحفة. التوم بيديها طعم رهيب، زي الفاصوليا بتاع الأفراح بتاع زمان كده لو تفتكروها. هنا بقى خلاص الفاصوليا بتاعتنا هنضيف عليها شوية شوربة بس. هتتشرب بقى كده، هي مش لازمها حاجة. نضيف لها شوية شوربة ونركنها بقى على هون تانية، ونكمل بقى بقية الأكل بتاعنا. هنا حلة تانية على النار، حطينا فيها شوية زيت وننزل عليهم بشوية شعرية عشان نعمل شوية رز بشعرية كده محترمين. نحمر بقى فيهم نديهم تقليبة محترمة. أنا كده ركنت الرز على النار والفراخ بتاعتنا. بصوا بقى يا جماعة، بعد ما كنت هسيبها كده والله العظيم جتني في دماغي فكرة التتبيلة دي تحفة تحفة تحفة. التتبيلة دي جبارة. جيت بعدين معلقتين صلصة كبار، عليهم فصين توم مهروسين، عليهم معلقتين صويا صوص ومعلقة دبس رمان، معلقة كمون، معلقة فلفل أسمر، معلقة 7 بهارات، معلقة جنزبيل، توم بودر، بصل بودر، ما تتوهش مني بس. دي عشان دي زعتر، دي رشة زعتر. ودول معلقتين زيت. بهاراتها كتيرة وتوابلها كتيرة بس كلها موجودة عندك في المطبخ. اللي مش موجود عندك استبدليه. يعني مش موجود عندك صويا صوص مش مشكلة، ده ملح. مش موجود عندك دبس رمان استبدليه بعسل اسود، عسل ابيض، رشة سكر، هتدي نفس المعادلة بالظبط بتاعتنا. وهنا خلاص دوتهم شوية شوربة صغيرين وهنرشهم هنحطهم على الفراخ من فوق. والله يا جماعة جربوها، التتبيلة جبارة جبارة والله العظيم. كل حاجة فيها مدية الفراخ طعم تحفة. على فكرة أنا ضفت عليها عصرة ليمون بس أنا نسيت أصورها. بعد ما قفلت الفيديو ضفت عليها عصرة ليمون. كده هنحطها في الفرن بقى ونرجع لكم تاني بعد ما تستوي. قلت يا ريتني كنت سويتها بيها من الاول، ممكن تتشوي بيها على فكره الفراخ. هنزودها سنه شوربه ونحطها على النار ونغطيها بورق فويل، لكن انا ما غطيتهاش بورق فويل. هنا الرز بتاعنا خلاص هنسويه بقى، لان خلاص كده كانت الفراخ بتاعتنا قربت تستوي تتحمر في الفرن، قصدي تتشوي. ما تتوهش مني بس. هنا شويه شوربه حطينا فيهم الملوخيه بتاعتنا، خلاص كده خلصت. على فكره انا عملت لها الطشه بتاعتها بس كانت على عيني التانيه الكاميرا مش جايباها. وده تقريبا الرز بتاعنا خلص. وهنا الفراخ بتاعتنا خلاص هنطلعها من الفرن. اهي يا جماعه والله العظيم الكاميرا ظلماها والاضاءه ظلماها، تحفه شكلها بس كده يفتح النفس والله العظيم. ودي خلاص غدانا النهارده رز بشعريه وفاصوليا وملوخيه خضراء والفراخ بألف هنا على قلبكم. يا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك ومتابعه للقناه، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.